طويت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، يستمر معكم مشروعكم مشروع رياض الجنة الذي تقيمه مبرة طريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا المشروع المبارك الذي نستضيف فيه كل يوم أربعاء بعد المغرب ثلة من المشايخ والدكاترة والعلماء والمتخصصون. وفي هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخ الداعية رئيس مجلس إدارة مبرة طريق الإيمان والمشرف العام على مشروع رياض الجنة. اليوم شيخنا الفاضل سوف يستمر معكم في سلسلة عن رجال أسود للنضال، رجال أمثال خالد وسعد وبلال، عن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، عن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نقف معكم مع فضيلة الشيخ الداعية نبيل العوضي ليحدثنا عن موضوع بعنوان من أيام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. لا أظن الوقت سيتسع للفاروق عمر. عمر يحتاج إلى أسابيع، عمر يحتاج إلى شهور، عمر رضي الله عنه يحتاج إلى سنوات، بل ستسمع اليوم فقط لمحات ومضات من حياة رجل فرت منه الشياطين، من حياة رجل يقول الصحابة ما صلينا عند الكعبة إلا لما أسلم عمر، فلما أسلم عمر جهر الناس بدينهم، فهو صفحة جديدة بدخوله بالإسلام، تغير مجرى الدعوة إلى الله، وبوفاته أيضا صفحة جديدة، فقد انكسر الباب الذي كان يحميه عمر. عمر غير. لما نتكلم عن عمر بن الخطاب فاعلم أن ما نذكره قليل جدا في حقه. كان شديدا قويا قبل البعثة، كان في مكة معروف إذا قيل عمر بن الخطاب الفصيح، كان يقول الشعر، صاحب بلاغة، قويا ما صارعه أحد إلا صرعه، كان يعرف ركوب الخيل والرماية، كان سفيرا لقريش قبل الإسلام يرسل إلى الأمم. هذا عمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديدا قويا. كيف يتغير الناس؟ كيف يصبأ فلان وفلانة؟ ما كان يرضى، حتى جاءت تلك السنة التي رق فيها قلب عمر وبدأ يلين. جاء لامرأة مهاجرة إلى الحبشة يقال لها أم عبد الله، قال إلى أين تذهبين يا أم عبد الله؟ قالت إني مهاجرة. قال إلى أين؟ قالت إلى الحبشة. قال ولم؟ قال لأتعبد ربي فقد آذيتمونا. فقال عمر أو نحن آذيناكم؟ قالت نعم. قال اذهبي صحبك الله يا أم عبد الله. عمر في النهاية بدأ يتغير
عمر حتى الأسلوب مع المؤمنين تغير. عمر سمع أن النبي يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب، إذا أسلم واحد عز الإسلام. يروى أن النبي دعا بهذا الدعاء. وفي يوم من الأيام كان يقسو على بعض الناس، جاءه رجل قال يا عمر تتكلم على الناس ونسيت نفسك وبيتك؟ قال ماذا تقصد؟ من يجرؤ على عمر؟ قال وما تقصد؟ قال لقد صبأت أختك فاطمة بنت الخطاب. صبأت، ويقولون صبأ يعني من غير دينه، ما يقولون أسلم، يقولون صبأ. قال صبأت أختك. قال كذبت. قال اذهب إلى بيتك، روح شوف. فعلم من في الدار أن عمر أقبل. عمر يسمع صوته من بعيد، عمر هذا يهز الأرض. فسمعت فاطمة وزوجها سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد؟ أحد المبشرين بالجنة. سمع فاطمة، سمعت، وزوجها سعيد، اللذان كان يتدارسان القرآن على يد من؟ شاب صغير من أوائل الذين دخلوا في الإسلام. من؟ خباب بن الأرت. كان يدرسهما القرآن، وكان من ضمن الصحيفة، من ضمن السور، سورة طه، وكان يقرئهما القرآن. فلما سمعوا بالخبر اختبأ خباب في ستار. فلما دخل عمر وجد فاطمة. قال أصحيح الخبر؟ قالت وما الخبر؟ قال صبأتي؟ قالت نعم، آمنت بالله وبرسول الله. فلما أراد أن يأخذ الصحيفة، فأخذت الصحيفة منه فاطمة، فخرج سعيد ابن عمه، سعيد زوج أخته وابن عمه. قال ويحك يا عمر ماذا تصنع؟ فبرك عمر على سعيد يريد قتله. فجاءت فاطمة تدفعه، فلما دفعته ضرب فاطمة على وجهها وخرت على الأرض والدم ينزف. شوف الموقف الآن في البيت، عمر شديد. فإذا به ينظر إلى الصحيفة، سقطت اللوح، فأخذ اللوح يريد أن يقرأ ماذا فيه، فأخذت فاطمة اللوح منه. قال ويحك ماذا تصنعين؟ قالت إنك مشرك نجس. العائلة كلها شجاعة، حتى فاطمة أختها قالت إنك مشرك، والمشرك نجس، لا أعطيك حتى تغتسل. وفعلا لولا رقة في قلب عمر ما اغتسل. ذهب واغتسل، ثم رجع ومسك الصحيفة، وسعيد موجود، وفاطمة موجودة، وخباب الآن خرج، خلاص بدأ الآن الجو يتغير. وإذا بعمر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه. يعرف عمر ما معنى طه، حروف عربية يتحدى الله العرب بها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإذا بقلب عمر يبدأ يتصدع الآن، يتشقق، وإذا بالنور بدأ يضيء، وإذا بالهداية تبدأ تمطر على قلب عمر. لكن عمر إلى الآن ما قرر. بعد أن قرأ وقرأ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، حتى وصل إلى هذه الآية. قال لخباب تعال، مسك خباب وخرج. قال أين تذهب يا عمر؟ خباب خايف، شاب صغير. قال أين محمد؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم مختبئ مع الصحابة في بداية الإسلام الآن في دار الأرقم سر. قال لا أستطيع أن أخبر. قال أخبرني يا خباب، هدد عمر. قال وما تريد؟ قال أخبرني. شو يسوي خباب؟ فدله على الدار. وقبل 4 أيام أسلم أسد الله حمزة، وكان حمزة في الدار معهم. فإذا بعمر يطرق الباب، فينظر الصحابة من وراء الباب، فقالوا يا رسول الله إنه عمر، إنه عمر. خايفين، عمر يأتي هذه اللحظة مشكلة، مصيبة، كارثة، إنه عمر. فقال حمزة وقد أشهر سيفه، قال دعني وعمر.
طبعا هذا أسد وهذا أسد، هذا بطل وهذا بطل. قال اتركني وعمر يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيته وإن أراد شرا كفيتكموه. خلوا علي. لكن من أشجع من حمزة ومن عمر؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اترك الباب يا حمزة، ابتعد. فالصحابة الآن خايفين، وبعضهم اختبأ وبعضهم يرقب، وحمزة واقف وعمر يفتح الباب والنبي يفتح الباب. فلما فتح الباب رسول الله وإذا بعمر واقف تله النبي تلا، جره. شوف الآن الموقف، جره وتله من ثيابه، جبذه إليه، ثم قال يا عمر يا عمر أما آن لك أن تؤمن أو لينزلن الله بك قارعة من السماء. فنظر عمر وقال جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، جئت أؤمن وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر كل من في الدار الله أكبر. أسلم عمر، الله أكبر، أسلم عمر. وليعتز كل بدينه، من المؤمنين رجال، من أوائلهم عمر. عمر لما شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما أعظم الفرح الذي دخل في قلب النبي بإسلام عمر، وفي قلوب الصحابة لما أسلم عمر. عنقه من في الدار. أول طلب من عمر للرسول، شنو الطلب؟ يا رسول الله لنجهر بها، خلاص بسم الله، توك آمنت يا عمر. عمر ما عنده سر، ايش حق نخاف؟ خاف ممن نخاف؟ لنجهر بها يا رسول الله. قال لم يؤذن لي بعد. وكل شوي جاي حق الرسول يا رسول الله متى نجهر بها؟ فلما ألح عمر على رسول الله قال اجهر بها. فذهب عمر وصلى عند الكعبة، وبدأ الصحابة يصلون. ما صلوا قبل عمر عند الكعبة، بل لما علم بعض المشركين سأل عمر أين أبا جهل، أين أبو جهل أو عمرو بن هشام، أين هو؟ كان وقت الظهر. قالوا في داره. ذهب عمر إلى دار أبي جهل، طرق الباب، فتح الباب أبو جهل، أهلا بعمر، استانس، صديق صاحبه، أهلا بعمر، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد. قال كذبت. قال بل صدقت، آمنت برسول الله. قال كذبت، وأغلق الباب. طرق الباب عليه مرة ثانية، فتح الباب، قال ما الذي جاء بك يا عمر؟ قال جئت أخبرك. أبو جهل مو قادر يصدق، مستحيل، معجزة. عمر يؤمن، كل الناس تؤمن إلا عمر. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد برسول الله. قال كذبت. قال بل صدقت يا عدو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طلع برا يبي الناس كلها تدري. قال من ينقل الخبر؟ جيبوا لي واحد وكالة أنباء ينشر الخبر في مكة كلها. قالوا ما في مثل جميل بن معمر، هذا جميل معروف، تبي تنشر الخبر تسوي إعلان في مكة، قول له الخبر، دقائق ناشر الخبر كله. قال يا جميل سمعت بالخبر، ويدور الأخبار العاجلة، أخبار الساخنة. قال سمعت بالخبر يا جميل. عمر كلمة. قال ما الخبر يا عمر؟ قال أسلمت. ما سأل ولا شيء، على طول مشى. سمع الخبر ما صدق، أسرع وقام على مرتفع فنادى أيها الناس. الناس يدرون أن في خبر مهم، وعمر واقف وراه.
فلما جاء الناس قال أيها الناس، قالوا ما الخبر يا جميل؟ قال صبأ عمر، فضرب عمر على ظهره. قال كذبت يا عدو الله. حتى الألفاظ غيرها من اليوم، قل أسلم عمر، عدل ألفاظك. الإعلام بنغير اليوم بعد، ما في شيء اسمه صبأ، في أسلم. احترم ألفاظك، قل أسلم عمر غصبا عليه. قال أسلم عمر، فإذا بالناس الكل ينقل الخبر أسلم عمر أسلم عمر، فهاج الناس على عمر يريدون ضربه. هو بروحه. أول من قام إليه من؟ عتبة الخبيث. قام إليه عتبة يضربه، تضربني؟ فقام عمر يضربه. صارت مصارعة بين عتبة وبين عمر، فقام عمر وبركه على الأرض وطرحه على الأرض وبرك على صدره وأخذ يضربه وكاد أن يقتله، لولا أن المشركين تجمعوا عليه من كل ناحية وأخذوا يضربون عمر وهو لوحده ودفعهم كلهم، ما استطاعوا على عمر. ثم لما ارتفع النهار ناداهم قال يا معشر قريش، شوف التهديد الحين، يا معشر قريش والله لو بلغنا فيها 300، لو انطروا بس انطروا شوي، خيصر عددنا 300 بس، لو بلغنا فيها 300 ما تركناها لكم، مكة كلها ما نخليها لكم. شوف التهديد من أول يوم. نحن مسلمون، تذكرون آخر كلامه؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، احنا عندنا عزة بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نتعجب صح ولا لا لما نشوف إنسان عزيز لنفسه لكن لدينه ذليل؟ يفترض لدينك تكون عزيز، ارفع رأسك. عمر كل الناس لما أرادوا الهجرة، كل واحد لما أراد الهجرة يختبئ، ينحاش من مكة إلى المدينة يهرب، إلا عمر. عمر لما أراد الهجرة إلى المدينة جاء إلى كفار قريش وكانوا جلوسا، قال يا فلان، كبار الآن الكفار، يا فلان يا فلان يا فلان، قالوا نعم. قال من أراد أن تثكله أمه، اللي يبي أمه تفقده، اللي يبي يموت يعني، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني، خلي يلحقني فإني مهاجر. كل الصحابة يهاجرون سرا إلا عمر تحداهم، اللي في خير يلحقني، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني فإني مهاجر إلى الله ورسوله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عمر عزيز، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عمر في حياته غرائب، من غرائبه بعض الآيات نزلت في القرآن تصديقا لعمر. شوف العكس، عمر يطلب طلب فينزل الله آيات في القرآن تصديقا له. مثل شنو؟ كم مرة يطلب من رسول الله يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم، مقام إبراهيم عند الكعبة، قال هذا مقام أبيك إبراهيم، لو أمرت الناس أن يتخذوا منه مصلى، يعني بعد ما يطوفون يصلون عنده، والنبي لا يأمره بشيء ولا يأمر الناس بشيء، ما نزل وحي. يأتي عمر بعد كم يوم يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم، لو أمرت الناس أن يتخذوا منه مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما نزل قول الله في الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، رفع عمر يديه اللهم أنزل علينا في الخمر جوابا شافيا. للحين عمر في شيء عن الخمر لازم ينزل. وبعد فترة من الزمن نزل قول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، رفع عمر يديه
اللهم أنزل لنا في الخمر جوابا شافيا. فإذا بالآية تنزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تدري أن عمر هو الذي كان يطلب ربه أن ينزل آية الحجاب؟ عمر متى ينزل الله آية تستر نساء المسلمين؟ كان مراضع الوضع. شلون النساء يخرجن هكذا؟ حتى أنزل الله قوله: يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عمر كان يطلب هذا الطلب في معركة بدر، أول معركة في الإسلام. صار عند الصحابة أسرى ما يعرفون شو يسوون فيهم. جاء النبي يستشير، قال: يا أبا بكر إيش رايك، نفديهم ولا نقتلهم؟ أبو بكر قلبه رحيم، قال: بل نفديهم يا رسول الله، كلنا فضل عليهم علشان يسلمون. وأنت يا عمر؟ قال عمر: لا، هذه أول معركة، لازم العرب كلها تعرفنا وتعرف قوتنا، بل نقتلهم يا رسول الله. والنبي أخذ برأي من؟ أبي بكر. فإذا بالآية تنزل تصديقا لمن؟ لعمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عمر يقول: جئتهم في اليوم الثاني رأيت النبي وأبا بكر يبكيان لهذه الآية التي نزلت تصديقا لمن؟ لعمر. لو كان في هذه الأمة نبي بعد رسول الله لكان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي ملهمون، أي محدثون، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول النبي لأصحابه: بين أنا نائم، أنا في يوم من الأيام نائم، إذ قدم إلي قدح من لبن فشربته وأعطيت فضله لعمر بن الخطاب. قيل: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، أي فضل علم رسول الله يأخذه من؟ عمر بن الخطاب. حتى سئل النبي يوم من الأيام: إذا ما وجدناك يا رسول الله من نذهب؟ قال: اذهبوا لأبي بكر. قال: فإن لم نجده؟ قال: اذهبوا لعمر. وفي الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر رضي الله عنه. عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في معركة أحد لما قتل من قتل، تعرفوا معركة أحد؟ أبو سفيان ما يدري الحين شو اللي صار. قبل إسلامه كان قائدا للكفار، يسأل يبي يعرف شو اللي صار. أفيكم رسول الله؟ أفيكم محمد؟ ما حد أجابه. الثاني منه؟ أفيكم أبو بكر؟ ما حد أجابه. الثالث من؟ قال: أفيكم عمر ابن الخطاب؟ لم يجبه أحد. ما سأل أبو سفيان إلا عن هؤلاء الثلاث: رسول الله، ثم بالشيخين أبي بكر وعمر. كان المشركون يعرفون من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر يوم من الأيام يأتي النبي يخبر الصحابة أن شاف الجنة. الله، الرسول يخبر الناس أن شاف الجنة. قال: أدخلت الجنة فرأيت فيها قصرا في الجنة، قصر، تخيل قصر في الجنة، فضة وذهب ومسك عليه، وعند القصر جارية. يقول: فسألت لمن هذا القصر؟ فقالت الملائكة: إنه لعمر بن الخطاب. الله يري رسول الله قصر عمر في الجنة. يقول: فأردت أن أدخل وأشرب منه أو أتوضأ. يقول: فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل. الله أكبر. شوف الآن الرسول يعني يداعب عمر. يقول: تذكرت غيرتك لأن في جارية هناك فلم أدخل. يعرفون عمر رجل فيه نوع من يعني اكتمل في أخلاق كثيرة منها الغيرة. قال: فتذكرت غيرتك فلم أدخل فإذا بعمر يبكي. قال: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: أو علي تغار يا رسول الله؟ من أنا أغار عليك يا رسول الله؟ أغار عليك يا رسول الله؟ فإذا بعمر يبكي بين يدي رسول الله.
صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام بعض النساء حول النبي جلوس أكثرنا عليه بالسؤال، هذه تسأل وهذه تسأل، نساء قبل آية الحجاب. شوي ويسمعون من؟ يسمعون أن عمر داش، فإذا بكل واحدة تهرب وتغطي نفسها. عمر داخل الحين، يعرفون الرسول رحمته ولينا وكل واحد له صفة، لكن لما عمر دخل الكل هرب. فلما دخل عمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حدث، فإذا بعمر يذم النساء أمام رسول الله وهن يرددن عليه والرسول يضحك. فقال رسول الله: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. أنت حتى شياطين الجن تهرب منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قبل ما نقول بعض قصص المؤثرة، ترى عمر عنده فراسة. عمر مو شيء ذكاء عادي، لا، في شيء اسمه فراسة. الواحد يشوفه بعين الإنسان يفهم أشياء، وأحيانا الله يلهمه إلهام. أحيانا جاءه واحد من الرجال يعني فيها طرافة، قال: عمر ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. جمرة نار. قال: ما اسم أبيك؟ قال: شهاب. الله، جمرة بن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. من بني من؟ من بني ضرام. الله، جمرة بن شهاب من الحرقة من ضرام، كل نار. قال: من أي بلد؟ قال: من الحرة. أوف. قال: من أي مكان في الحرة؟ قال: من ذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، حق على بيتك. فرجع الرجل وإذا بالبيت يحترق. ألهم الله عمر أن ينقذ هذا الرجل بأهله. أدرك أهلك فقد احترقوا. فلما ذهبوا إذا البيت اشتعل، بعد كله نار بنار، البيت احترق. عمر عنده فراسة، بل الله أعطاه كرامات. يوم من الأيام يخطب وأرسل سرية إلى غزوة، إلى معركة في زمنه، وهو يخطب قطع الخطبة، فإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ايش قصة عمر؟ أي سارية الجبل. وإذا به يكمل الخطبة. بعد أيام ترجع السرية ويخبرون عن معركتهم، كادوا أن يهزموا. يقول: هزمنا وكدنا أن نقتل، فسمعنا مناد ينادينا: يا ساري الجبل. يقول: فرأينا جبلا فاحتمينا به فنصرنا الله. من الذي أوصل صوت عمر؟ طبعا هذه كرامة، مو لأي إنسان. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبي تسمع عمر بن الخطاب، هذا الرجل القوي الشجاع، إذا سمع القرآن بكى. يوم من الأيام يمشي فيسمع شابا يقرأ، وإذا بالشاب يصل إلى قول الله: إن عذاب ربك لواقع. فجلس عمر يبكي ويسمع: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأسرع عمر إلى بيته وجلس يبكي. يقولون ظل شهر مريض ما يدري الناس ما به. تدرون ما به؟ آية أسقطته بالفراش. عمر أكثر صلاة فجر يصليها بالناس يقرأ سورة يوسف، يحبها، كان يحب هذه السورة ويرددها كثيرا في صلاة الفجر. وكان إذا وصل إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان يتوقف ويبكي ويسمع نشيجه في آخر صف يسمعون بكاء عمر. هذا عمر تولى الخلافة بعد أبي بكر طلبا من أبي بكر وأمرا. أبو بكر أمره، حاول أن يتهرب فما أذن له أبو بكر.
تتولى الخلافة. تولى الخلافة وإذا بالصحابة يراقبون عمر بعد خلافته شو يسوي فيهم، فإذا به أرحم من قبل خلافته. يتبعه طلحة بن عبيد الله يوم، يشوفه كل يوم وهو خليفة، يدخل بيتا في ناحية المدينة، أسرع إليه يبي يشوف أي بيت هذا، عرف طلحة البيت، هداه الله عمر، ايش قصة البيت اللي يدخل سرا هذا؟ فإذا به لما خرج عمر دخل طلحة وجد في البيت امرأة عجوز، نفس قصة أبي بكر. عمر سار على خطى أبي بكر، وجد امرأة عجوزا في الدار عمياء حسيرة على الأرض، قال يا أماه ماذا يصنع الرجل الذي يدخل؟ قالت والله لا أعرفه، ما أدري، يدخل علينا كل يوم فيحلب شياهنا ويصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويغسل ثيابنا. قال أما عرفت من هو؟ قالت والله لا أعرفه. بكى طلحة وقال لنفسه يا طلحة أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع. شو تقول يا طلحة؟ هذا عمر الملهم، عمر تربية رسول الله، عمر الذي تربى على مشكاة النبوة. يوم من الأيام عمر تأتي يمشي في الطريق يشوف لامرأة، امرأة عجوز، فإذا بعمر عنده صاحبة يمشي معه وهو خليفة، فنظرت العجوز إلى عمر قالت إيه يا أمير المؤمنين. توقف عمر وتوقف من عنده، قالت أذكرك يقال لك عمير، أنا أذكرك، كان ينادونك يا عمير حتى ما يقولون لك عمر، تلعب مع الصبيان وتصارعهم في سوق عكاظ، أنا أذكرك. ثم كبرت حتى قيل لك عمر، صرت كبير وصرت عمر، ثم كبرت حتى صرت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. فإذا بعمر يبكي، فقال من عنده يا أمة الله اتق الله، اتق الله إنه أمير المؤمنين. فقال عمر لا، اتركها تتكلم، دعها تتكلم، ألا تعرف من هي؟ قال لا أعرف. قال إنها امرأة سمع الله كلامها، أفلا أسمع كلامها؟ قال من هي؟ قال إنها خولة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يقول الله سمعها، أنا ما أسمعها. خولة بنت حكيم. عمر موحد متبع. شوف الصفتين لازم تكون على التوحيد، تحقق الاتباع. يوم من الأيام كان يقبل الحجر الأسود، يبي يعلم الصحابة، يعلم أصحابه توحيد. قال اسمعوا إني أعلم أنك حجر الأسود في أفضل منه، أفضل حجر على الأرض، ومن قبله واستلمه يشهد ليوم القيامة، يحط الخطايا حطا من الجنة نزل في بعض الروايات. قبله عمر ثم قال أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. مو اليوم اللي شايلين لي خرزة حاطينها على ايدهم، ولا معلقها، ولا حاطلها على وسادة الولد، ولا معلقها ايش حقه؟ قال عشان ما يصير فيني شيء. شوف الجهل. الحجر الأسود عمر يقول أنا أدري أنك ما تنفع ولا تضر. توحيد. ولولا أني رأيت رسول الله قبلك والله ما قبلتك. الله أكبر. شوف اتباع. احنا فقط نتبع، لكن ما في شيء ينفع ويضر إلا إذا أذن الله بهذا بس. ثم سمع في خلافته أن في شجرة اسمها شجرة الرضوان. تعرفون شجرة الرضوان؟ اللي بايع الصحابة عندها، اللي الله رضي عن الصحابة كلهم لما بايعوا رسول الله عندها في صلح الحديبية. سمع أن بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام اللي توهم أسلموا بدأوا يزورون هذه الشجرة.
خاف عمر، وإذا به يرسل الصحابة فقطعت هذه الشجرة، بترت، أزيلت من أصلها. يخاف على الناس يبدأون بالتبرك، شوي شوي يعظمون، شوي شوي يمارسون عبادات عند المكان، شوي شوي يبتدعون أشياء حتى تعبد من دون الله. هذا اللي صاير اليوم، قبور تعبد. تخيل لو شجرة الرضوان لليوم موجودة، كان أكثر من الكعبة يمكن. اليوم قبور يحج إليها كل سنة أكثر من 2,000,000 إنسان، مثل الكعبة قبر. لكن عمر يعلم، عمر فقيه، عمر يعلم أن التوحيد أعظم ما في الدين، والشرك أسوأ ما في الذنوب، ولهذا قطع من أصله. يوم من الأيام يمشي في الطريق وامرأة عجوز ما تعرف عمر، ما تعرف منه هذا، شافها تبكي، قال ما لك؟ قالت عيالي جياع. قال ما عندك ما تشترين به طعاما؟ قالت والله ما عندي درهم. هي ما تعرف عمر. ثم قالت والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب. قال ولما؟ ليش؟ ايش علاقة عمر؟ قالت إنه أمير المؤمنين. قال وما يدري عمر عنك؟ ايش دراه؟ قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني؟ ما يصير. فإذا به يقول لها يا أمة الله ما رأيك؟ هي ما تعرف الحين. ما رأيك لو أعطيتك من جيبي 25 دينارا، الدينار غالي مو مثل الدرهم. قال ما رأيك لو أعطيتك 25 دينارا؟ قالت ولما؟ قال أشتري منك ظلامة عمر، علشان يوم القيامة ما تشتكين على عمر. قالت أتهزأ بي يا رجل؟ 25 دينار مو شوية. قالت أتهزأ بي يا رجل؟ قال لا والله ما أهزأ. ما رأيك؟ وإذا به يفاوضها، فيدخل يمر عليهما من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس، فإذا بهما يسلمان السلام عليك يا أمير المؤمنين. ويحي ما صنعت؟ أأنت أمير المؤمنين؟ قال نعم لكنك قبلت بالبيعة. قالت لا والله عفوت. قال لا، أما أنا لا أرجع البيعة. وجاء عمر بعلي وابن عباس قال اشهدوا. قالوا على ما نشهد؟ قال يوم القيامة أن هذه المرأة باعتني ظلامتها. شفت عمر كيف يخاف من ربه جل وعلا. يوم من الأيام مع مولاه أسلم يمشيان في الليل، فرأى نار من بعيد. بالمدينة برد، بالصحراء نار. قال تعال يا أسلم تعال لنرى ما هذه النار. ذهب إلى النار، فإذا به يرى امرأة عجوز وعندها أطفال وحاطة قدر على النار فيه ماء وحجر. سلم عمر والمرأة ما تعرفه. قال ما بالك؟ قالت أطفالي جياع. قال ماذا بالقدر؟ قالت ماء، ما عندي، وعللهم به، أضحك عليهم أخدعهم عشان ينامون. قال ما عندك طعام؟ قالت لا. واشتكت على عمر. أسرى عمر عام الرمادة جوع، أسرى عمر إلى بيت المال. قال للرجل لأسلم خادمة، قال احمل على ظهري كيس الدقيق هذا. قال يا أمير المؤمنين أنا أحمله. قال أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شيل آثامي يوم القيامة؟ قال لا. قال احمله على ظهري إذن. فحمله على ظهره ثم ذهب، وإذا به يصنع العجين معها. ثم لما أرادت أن تطبخ العجين ذهب عمر وأسلم، وإذا بعمر يستلقي وينظر إلى الأطفال من بعيد. قال أسلم يا أمير المؤمنين لنرجع إلى بيوتنا؟ قال لا. قال ولما؟ قال أراهم يشبعون كما رأيتهم يجوعون، ما أرجع. يقول فنظرت إلى عمر وعيناه تدمعان، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان يوم من الأيام حادثة حصلت لعثمان ولعلي. يقول رأيت عمر في شدة الحر، الظهر صيف ظهر وحر. يقول شفت عمر يركض خلف إبل لاحق ناقة يبي يمسكها. فقلت ما تصنع يا عمر؟
قال إبل ناقة بعير من إبل الصدقة شرد. قال دعنا نعينك يا أمير المؤمنين أو تنتظر المساء. قال لا، مسؤوليتي ناقة شو يصير يعني، راحت ترجع، لا الله راح يسألني عنها وبروحها والظهر وحر مناطر العصر. يقول فقلت يا أمير المؤمنين اجلس في الظل على الأقل. قال اجلس أنت في الظل يا عثمان ودعني وشأني. شاف ابنه اسمه عبد الله بن عمر يوم من الأيام قاعد يبيع بعيرين في السوق سمينين. قال من أين لك هذا يا عبد الله؟ من أين لك هذا؟ تذكرون قانون نسمع فيه من 10 سنين يمكن، ما صار لأنه ما راح يصير. قال من أين لك هذا يا عبد الله؟ قال اشتريت بعيرين هزيلين ضعاف وتركتهما في الحمى. مو بس عبد الله، كل الناس يسوون كذي، حمى مكان ترعى فيه الإبل. قال وتركتهما في الحمى حالي حال الناس، فلما سمن أردت بيعهما. قال إيه يا عبد الله، يقول الناس إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين. قال يا عبد الله بعهما وخذ رأس مالك اللي اشتريت فيهما البعيرين الهزيلين وادفع البقية إلى بيت المال. ما رضي. لا، إحنا غير، إحنا ما يجوز لنا ناخذ درهم واحد. عمر بن الخطاب يوم من الأيام تدري شنو ثوبه؟ عمر ثوبه فيه 14 رقعة، جاع في عام الرمادة، جاع وعنده طعام. قال لبطنه قرقري أو لا تقرقرين، والله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين كلهم. ما يأكل. زار الشام فإذا به يقدمون له طعام، هو الوفد يبي يشوف الولاة الرعية. زار الشام وقدموا له طعام، فسأل الوالي قال أمن هذا الطعام يأكل فقراؤكم؟ شوفوا السؤال. شفت اليوم بعض الولائم اللي صحون كبيرة، اللي الصحن مثل الجبل مثل التل وكله راح يرمى في القمامة. يمكن يذبح لشخص عشرات الذبايح وهو ما يأكل لقمة ولقمتين بس عشان يشوف، إكراما له. أي إكرام هذا؟ هذا إسراف. قال عمر أيأكل فقراء المسلمين من هذا؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين، طبعا لا. قال أفيهم جياع؟ قالوا نعم أكيد. قال وما لهم؟ فقام واحد من الصحابة قال لهم الجنة يا أمير المؤمنين. يعني الله قسم الناس، هؤلاء الناس يصبرون لهم الجنة. قال إيه، إن كان قد اختار الله لنا هذا واختار لهم الجنة إنه لبون كبير. يعني حرام احنا ناكل الأكل وهم يدخلون الجنة. فلم يأكل منه شيئا. عمر لما مرض قال الطبيب له، قال الطبيب اشرب عسلا، كل عسلا. قال ما عندي أشتري. قال الصحابة خذ من بيت المال، أنت محتاج، صدق عليك. قال لا والله، اذهب يا فلان واجمع الناس في المسجد. فجمع الناس في المسجد. قال وما أقول؟ قال فإذا اجتمع الفقراء والمساكين فاستأذنهم، فإن أذنوا لك فاشتري لي بدرهم عسلا. اجمع الشعب، قول لهم الأمير مريض يبي يشتري عسل وما عنده فلوس، مريض دواء، هل تأذنون له أن يشتري عسلا؟ فإن اعترض واحد لا تشتري. هذا عمر. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يوم من الأيام شاف عند واحد من عياله درهم ولا شيء، ترى الدرهم. قال من أين لك هذا؟ من وين جبته؟ قال أعطاني إياه معيقيب. من معيقيب؟ خازن بيت المال. فنادى معيقيب قال يا معيقيب من أين هذا الدرهم؟ من وين جبته؟ قال أي درهم؟ الذي أعطيته ولدي. قال يا أمير المؤمنين نظفنا بيت المال ووزعنا الصدقات وذهب الفقراء، فوجدت درهما على الأرض ساقطا، فما وجدت أحدا أحوج من ابنك فأعطيته. قال أوجدت علي يا معيقيب؟ أنت فيك شيء علي؟ قال لا والله. قال ولم تصنع بي هذا؟ قال وما صنعت؟ قال تريد أن تخاصمني أمة محمد يوم القيامة؟
تبي بدرهم الله بيحاسبني يوم القيامة؟ أرجع الدرهم يا فلان. الدرهم ما يرضى. خرج من صلب عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر. لما فتح بيت المقدس قال البطارقة والله لا نسلم المفتاح إلا لعمر بن الخطاب. قالوا أعطونا، قالوا ما نعطيكم، خلاص نستسلم بس المفاتيح لعمر، لأن في توراتهم وفي عهدهم القديم والجديد أنه لا يستلمه إلا عبد كما قيل اسمه من 3 حروف، هو يعني في صفات وما وجدوا الصفات إلا في عمر. قالوا عمر، وينتظرون لأن في صفة وهو قادم كيف سيأتي. فلما وصل إلى بيت المقدس خرج على دابة مع غلام له خادم، وكان يتناوبان ركوب الدابة. من يسويها مع خادم اليوم؟ فلما وصل إلى بيت المقدس كانت نوبة من نوبة الخادم، وعمر يجر الدابة. فإذا بالصحابة يقولون للبطارقة العظماء والنصارى الكبار، قالوا لهم وصل أمير المؤمنين، فإذا بهم ينظرون قالوا من على الدابة أو من يجر الدابة؟ استحى الصحابة قالوا من يجر الدابة، ورجله في الطين في الوحل. فعلم البطارقة أنه هو بهذه الصفة سيأتي ويفتح إيلياء بيت المقدس. فجاءه أبو عبيدة قال يا عمر لو لبست ثيابا غير هذه، لو جئت بمركب غير هذا. قال والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لضربته بالدرة. أنا ما أتغشمر، لو واحد غيرك كان ضربته. قال يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عمر بكاء. يأتي حذيفة يسأل حذيفة يقول له يا حذيفة أسماني رسول الله في المنافقين، أنا اسمي في المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. قال أصاب بالفتنة، الفتنة اللي أخبرنا عنها الرسول راح تحوشني؟ قال لا، بينك وبينها باب. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. علم عمر أنه سيقتل. عمر رأى رؤيا في المنام، رأى أن ديكا ينقره 3 نقرات، ديك ينقره 3 نقرات مثل أذان بعد في وقتها، ديك ينقره 3 نقرات. فسأل أسماء بنت عميس وكانت تؤول، فقالت له سيقتلك علج أحد الموالي، تقتل على رجل ليس بعربي، ويطعنك 3 طعنات. فعلم عمر أن وفاته اقتربت، وكان آخر أيامه يدعو، آخر شهر ما طلع من المدينة يريد جوار النبي، وكان يقول اللهم ارزقني الشهادة وألحقني برسول الله. كان هذا آخر دعائه، يدعو الله بالشهادة. وصلى الفجر في ذلك اليوم إماما، وبكى في صلاته كعادته. وكان رجلا قد شفع له عمر اسمه أبو لؤلؤة، مجوسي، شفع له عمر وأنقذه من عدة مشكلات ومصائب عمر، ومع هذا كان يسم خنجره لقتل عمر. فلما صلى الصحابة خشوعا وإذا بأبي لؤلؤة يخترق الصفوف ولا أحد يدري، حتى وصل إلى عمر وأخذ يطعن عمر، وعمر يكبر كل طعنة يقول عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والصحابة لا يدرون. فإذا به يريد الفرار، فتبعه بعض الصحابة فطعن أبو لؤلؤة 13 صحابي، قتل 7 وجرح 6، ثم قتل نفسه قبل أن يصلوا إليه، انتحر. وحمل عمر وأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف، ما قطع باقي الصحابة صلاتهم. فأدخل عمر وهو يصرخ الصلاة الصلاة، وهو ينزف ما فعل الناس بها، الصلاة. يا عمر الناس صلوا، يا عمر الناس صلوا، وهو ينزف. قال وضئوني، وضؤوه مرة أخرى وصلى وجرحه ينزف، الدم ينزف. وصلى الفجر عمر، ودخل الصحابة يسألون ماذا حدث لأمير المؤمنين، وأخذ الناس كلهم يبكون، يعلمون من عمر، يعرفون بدايته عزة وهجرته فتح وحكمه عدل. وإذا بالصحابة يبكون. دخل ابن عباس يطمئنه، علي يقول يا أمير المؤمنين والله ما من عين تطرف إلا ويدعون لك بالخير.
ابن عباس يثني عليه ويقول عمر لهم: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني ألقى الله لا حسنات ولا سيئات، ما بشيء. يقول عبد الله ابنه، يقول: كنت واقفا كلما شرب اللبن يطلع مع الجرح، ينزل من بطنه كل دم، فقال له: يا عبد الله، ترب ابنه، قال: انزلني وضع خدي على الأرض على التراب. يقول عبد الله: ما سمعت، كأني يعني قلت أكيد مريض وما يدري ايش قاعد يقول. قال: يا عبد الله المرة الثانية: ضع خدي على الأرض، كأني ما أسمع. فلما قال له المرة الثالثة علمت أنه يعني ما يريد. يقول: فأنزلته ووضع خده على التراب ودمعت عيناه. ثم قال عمر: ويل لي ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. ويل لي المبشر بالجنة، إن لم يغفر لي ربي، الذي رؤي قصره. ويل لي إن لم يغفر لي ربي، الذي فتح الله به البلاد شرقا وغربا. يقول: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. توفي عمر. يقول أحد الشعراء عن عمر: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر توفي في ذلك اليوم، فاضت روحه إلى بارئها. عمر مات وانكسر الباب، ومنذ مقتل عمر إلى اليوم ما سلمت الأمة من فتنتها. منذ مقتل عمر بدأ السيف في هذه الأمة، وإلى هذه اللحظة لم يرفع بينها وبين بعض والأمم عليها. عمر أطفأ نار المجوس، عمر أنهى حكم قيصر، عمر اهتزت الدنيا في خلافته، عمر دخل الناس في عهده أفواجا في دين الله جل وعلا. ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هذه نهاية قصة عمر، وهناك قصص كثيرة تركتها في حياة عمر وصفحات كثيرة، لأني أظن أن الأذان اقترب أو دخل الأذان. نقف عند هذه يعني اللحظة. وعندنا أيضا موقف راح أذكره بين الأذان والإقامة، لأنها من أحلى المواقف التي مرت في حياة عمر، وفيها عبرة تربوية جميلة جدا. قصة هي، اسمعوها منا بعد الأذان إلى الإقامة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. في خلافة عمر كان يمشي، طبعا عمر معتاد على متابعة الرعية. شاف رجل كبير اسمه أمية ويكنى بأبي كلاب. شاف عمر جالس ينظر إلى الحمام، إلى الطير، ويبكي. ايش في يبكي هذا الرجل؟ سأل عمر عنه، ما باله. طبعا عمر ما يشوف واحد يبكي أو متألم إلا لازم يعرف الخبر، ما يترك أحد من الرعية، بل يقول: لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها. بغلة مو رجل. قال: ما شأنه؟ قالوا: هذا رجل وزوجته كبير بالسن وزوجته العجوز، كان لهما ابن اسمه كلاب ذهب للجهاد، كان من أبر الناس بهما، راح الجهاد. في أي سرية؟ سرية يا عمر التي أرسلتها، أنت اللي أرسلت السرية. طيب عمر ايش دره؟ وكان الشاب بارا بأمه وأبيه وما عندهما غيره. ومن شدة بكاء الأب ابيضت عيناه على ابنه. سمع يوم من الأيام صوت الحمام فأخذ يقول شعرا. شوف الأب شنو قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا، تنفض مهده شفقا عليه
وتجنبه أباعرها الصعابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يلتمس السرابا. بعدين حول الرجل على منه؟ على عمر. كل شيء يحطونه براس عمر، يدرون عمر ما يترك أحد، إذا واحد اشتكى على طول لازم، فعلى طول يوجهونها حق عمر. فقال الرجل: فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى بقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هامهما زواقي. إذا ما يرجع لي كلاب راح ندعو عليه. هو ما أدرى عمر قال: نادوا لي كلاب هذا، روحوا إلى السرية ورجعوا لي كلاب. فإذا بالرسول يذهب، دخل المعركة: أين كلاب ابن أمية؟ أين كلاب ابن أمية؟ قالوا هذا. قال: أمير المؤمنين يريدك. شبي فيني أمير المؤمنين؟ قال: نعم. ركب بسرعة، قال: ادخلوه علي مباشرة. أدخل على عمر، قال: أبوك أمية؟ قال: نعم. قال: ما كنت تصنع له ولأمك؟ قال: كنت أبرهما، كان بار خلوق، وكنت لا أغبق قبلهما أحدا، ما حد يأكل قبلهم، ما حد يشرب قبلهم، وكنت إذا أردت أن أحلب لهما كنت أغسل الضرع وأبرده ثم أحلب لهما ولا أذوق شيئا قبلهما. شوف البر. قال: فإذا رأيت أباك فلا تتكلم وافعل ما تفعله كل يوم. قال: سمعا وطاعة. نادى الناس عمر في مجلسه، جلس الصحابة، وإذا بأمية ناداه عمر، قالوا: ائتوني بأبي كلاب، خلي يجي. جاء أمية فسأله عمر، قال: يا أبا كلاب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أتشتهي شيئا من الدنيا؟ تبي شيء من الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين ومثلي ماذا يريد منها؟ لا شيء، شبي من الدنيا. قال: بل تشتهي شيئا؟ قال: لا. قال: بل تشتهي يا أبا كلاب؟ قل. قال: نعم اشتهي شيئا واحدا. قال: وما هو؟ قال: ابني، اشتهي ابني كلاب، أضمه ضمة وأشمه شمة ثم أموت. بس أبي أشوف ولدي، أبي أضم ولدي وأشم ولدي ثم أقبله ثم لي أموت. فسكت عمر والصحابة سكوت، وأشار عمر إلى كلاب أن احلب، فذهب إلى الناقة وحلب ووضعها في إناء، وأشار عمر إليه أن اسقي والدك، وأبوه ما يدري. فذهب، قال: يا عمر يقول: يا أبا كلاب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اشرب. فوضع الإناء عنده وأخذ أبو كلاب يشرب، فتوقف. قال: ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: ابني. قال: ما شأنه؟ قال: إني أشم رائحة ابني. يشم رائحة ابنه في الإناء، في اللبن الذي يشربه، في اليد التي أعطيت. الأب يعرف ابنه من بين كل الأولاد، والأم تعرف ابنها ولو من عشرات الأمتار. قال: ابني أشم رائحته. قال: إنه ابنك يا أبا كلاب، إنه ابنك. فانكب كلاب على أبيه وأخذ يقبله ويشمه، ويبكي الأب ويبكي الابن ويبكي عمر ويبكي الصحابة كلهم. عمر صاحب القلب الواسع، عمر صاحب القلب الرحيم. عمر يوم من الأيام جاء رسول كسرى، رسول فارس، شوف مو أي واحد. قال: وين أميركم؟ وين اللي هز الدنيا هذه؟ قالوا: ابحث عنه في المسجد. دخل المسجد، حين هذا الرسول لابس لبس سفير. قال: أين؟ دخل المسجد. قال: أين أميركم؟ أين ملككم؟ قالوا: ما ندري. فخرج واحد مع الصحابة معه يدور عليه. قال: ها هو ذا. قال: أين؟ قال: الرجل النائم تحت الشجرة. قال: أتسخر مني؟ قال: لا والله، هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال: هذا النائم تحت الشجرة لوحده في الظل؟ قال: نعم. مو متعودين حرس وجنود وقصر سرير ومن يهف عليه ومن، هذا أميركم اللي هز الدنيا كلها؟ قال: نعم. حتى قيل لسان حاله يقول: حكمت فعدلت فأمنت
فنمت. ليش الحرس؟ ليش الجنود؟ حتى قال حافظ إبراهيم يقول: وراعي صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى على التراب، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. إنه عمر ابن الخطاب. كم نحن بحاجة لأمثال عمر، وأخلاق عمر، وعدل عمر، وزهد عمر، وبكاء عمر، وخوف عمر، ورجاء عمر، وحكم عمر في هذا الزمن. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب